السلام عليكم أحبائي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنت مغيبة عليكم وجيت اليوم باش نشارك معكم طبق الكرعين، وزدت معاه كيك وقهوة العشية. نبداو بطبق الكرعين. جبت الكرعين تاع البقري، غسلتهم نقيتهم مليح ومن بعد حطيتهم في لاكوكوط مينوت. درت الزيت، من بعد ندير التوابل: زنجبيل، كركم، فلفل أسود، قزبر مطحون، وزدت البصل، زدت فصوص تاع الثوم، وزدت هنا فلفل أحمر حلو، وزدت الملح. ونزيدو الماء مغلي حتى نغطوه. وبعد نحطو لاكوكوط مينوت نتاعنا فوق النار متوسطة لمدة ساعة حتى يطيبو الكرعين. من بعد ساعة حليت لاكوكوط مينوت، لقيت الكرعين طايبين، زدت عليهم الحمص، القزبر والماء مغلي وبلعت. من بعد نص ساعة كي حليت لاكوكوط مينوت لقيت كلشي طايب. ودروك نروح نحضرو كيك المربى. فيها 2 حبات بيض، ساهلة مهلة، تحضريها تمتم. 2 حبات بيض زدنا فوقهم شوية ملح، ومن بعد زدنا 50 غرام تاع السكر ودربنا وبدينا نضرب حتى يدخل السكر في البيض. زدنا لافاني، مغرف صغيرة تاع لافاني. زدنا 50 مليلتر نتاع الحليب، دربنا باش ندابج الخليط. وزدنا 50 مليلتر نتاع الزيت وغير بشويه، نبدو نديرو الزيت غير بشويه بشويه حتى يدخل الزيت في الميلونج. ومن بعد درنا نص باكي نتاع خماره في الفرينه، عندنا 150 غرام تاع لافارين. غربلناهم باش ندخلو الهواء في لافارين. خلطناها مليح حتى تحصلنا على هاد لا تكستور. ومن بعد قسمنا الميلونج على 2 كيما راكم تشوفوا. فوق الطبقة الأولى نحطو لا كونفيتور ونسقموه غير بشوية.
كي حطينا لا كونفيتور سقدناها فوق الطبقة الأولى، نزيدو النص الآخر تاع لو ميلونج وغير بشوية فوق ديك لا كونفيتور. ومن بعد ندخلوها في الفور، وكل وحده على حسب لا كويزينيير تاعها ولا الفوق تاعها. من بعد ندخلو ان بيك ولا خدمي، تشوفيه الا جا ناشف صحه خرجيها راه طابت، ولا ما جاش ناشف خليها تزيد طيب. وبعد كي طيب نديرو فوقها شويه كونفيتير هكا بالبانسو ونرشوها بشويه تاع اللوز ولا الحاجه اللي كانت عندكم في الدار، سواء كاوكاو ولا نواد كوكو ولا الحاجه ولا كوفرات ولا حاجه اللي بغيتو، كل وحده مقدوره. شوفوا الكيك تاعنا كي جا شباب وخفيف وشهي. شوفوا هذيك لا كونفيتور كي راها لداخل. شهيتكم في الجنة. شوفوا كي قطعت كي جا شباب خفيف ويشهي. انا ذقت وعطيت لبنتي ذاقت. ان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم. شوفوا الكرعين بالحمص كي جاو يشهوا شابين مزيانهم دايرين كي الخير، ورافقتها لهم بشويه سلطه فاغيي. نتمنى تجربوا وتخلي اراءكم في التعليقات، وان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش حبايبي وحباباتي باش ديروا لي جيم وابوني، تبارطاجوا لا فيديو مع حبابكم وصحابكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.